هذه إنسانة جميلة لطيفة حنونة كالعادة. الإنسانة هذه لنفترض اسمها منيرة. منيرة هذه تقول دخلت الجامعة، تعرفت على واحدة في الجامعة. هذه الوحدة لنفترض اسمها فاطمة. فاطمة هذه هي اللي بادرت وجت تعرفت علي. المهم تعرفت عليها وسوالف وكذا، فسألتني انت تجين الجامعة مع مين؟ فقلت لها انا اجي مع سواق. فكنت اتشك يعني ان السواق واحيانا يتأخر وكذا من هالكلام. فقالت لي اسمعي، اترك عنك السواق، انا يجيبني اخوي، اذا تبي تجين معي واكون اخذك من البيت انا مستعدة. قلت لها ما بيتعبكم وكذا، واساسا امي من النوع اللي مستحيل تخليني اطلع، حتى السواق هذا هي اللي جابته لي، فامي مو من النوع اللي عايدي وزي كذا. قالت لي ما عليك، انا بكلم امك وبقنعها بهذا الشيء. قلت لها طيب. وبالفعل فاطمه بعد ما كلمت امي عنها وزي كذا جتني للبيت وتكلمت مع امي واقنعت امي اني انا اروح معها، يعني بعد ما امي رفضت وزي كذا، لكن اصرت عليها باسلوب فظيع جدا. فمن بعدها خلاص صارت تجي تمرني معها اخوها تاخذني ونروح. انا لاحظت يوم تجيني انه يعني تركب مع اخوها، تشيل الطرحه وهي راكبه، تسوي حركات، تمسك يد اخوها وزي اشياء كنت في البدايه اتوقع انه اخوها فله، وانه يعني يدلعها، وانه قاعد يسوي الاشياء هذه، لدرجه اني تمنيت ان عندي اخو بالطريقة هذه، لدرجة انه الولد هذا ما ادري كيف جاله قبول، ما ادري كيف حبيت الشخص هذا من تعامله مع اخته. هذا غير الحركات اللي كانت تتعمد فيها فاطمة تسويها مع اخوها قدامي، فتمدحه دائما وتتكلم وتسألني ها وش رايك في اخوي وكذا، يعني تبيني اسولف. صرت الاحظ اشياء غريبة، اقول شلون مستحيل في اخو يعامل اخته بالطريقة هذه. يعني تخيل المحاضرات اللي ما تكون عندنا محاضرة ولا شيء، نطلع يمر اخوها ونطلع احنا وياه ونروح كافي، صرت اعطي هذه البنت واخوها ثقة على اساس انه اخوها. هذا اللي كان متوقع لي في البداية، لكن مع الايام بدت هذه فاطمة تقول لي وش رايك اعرفك على اخوي، وصراحة اخوي من بعد ما شافك معجب فيك وكذا، وحنا نبي نزوجه. في يوم قالت لي الكلام هذا قلت والله شوفي، من ناحية الاعجاب والله حتى انا معجبة فيه، لكن انت تعرفين امي، تحاولين تقنعينها زي ما اقنعتيها اني اروح معكم، فكلميها. وانا بالعكس ما عندي اي مشكلة، بس اخاف ان امي تفهمك غلط. قالت لي اسمعي، قبل ما نكلم امك واخاف انها تفهم غلط وكذا، انه وش هالسرعة اللي على طول تكلمت عن زواج وكذا، اخاف انها بعدين تشك في شيء. وش رايك تتواصلين مع اخوي وتتعرفون على بعض وتاخذون وتعطون، وشوفي اذا يناسبك او لا. في البداية رفضت، لكن اصرت علي اني اتواصل معه. بعدها رضيت بهذا الشيء وبديت اسولف معه، وصار يسولف معي وياخذ ويعطي، وتعرفت كثير عليه وكلام وكذا. المهم الين ما الولد هذا يعني صار على قولتهم صار في ميانة بيني انا وياه. صرت احيانا اذا جاء ياخذنا صار العكس، بدل ما تركب اخته قدام صرت اركب انا. صار اول كان يمسك يد اخته صار يمسك يدي، اخته مبسوطه وناظر فيها في البدايه وانا مستحيه وزي كذا. المهم مرت الايام واحنا على هذا الوضع، اطلع من المدرسه معاهم وارجع من المدرسه معاهم، وامي على اساس اني انا رايحه مع صديقتي واخوها. وطبعا ما جاء في بالي ابدا اي تفكير انه ممكن يصير لي ضرر من هذه البنت واخوها، ابدا ما جاء في بالي. عشان كذا اندفعت بشكل كبير لدرجة اني يعني وثقت فيهم. في يوم من الايام كلمتني فاطمة وقالت وش رايك نطلع استراحة ونغير جو زي كذا. فقلت لها مين؟ قالت اطلع انا وياك واخوي، واذا ما تبين اخوي بسلامته، نطلع انا وياك مسبح ومدري ايش ومن هالكلام. والله يا وليد كنت على نياتي. قلت لها طيب شلون بقنع امي؟ امي مستحيل، امي انت تشوفين كل شوي تدق على جوالي. قالت انا بقنعها. وبالفعل كلمت امي وحاولت فيها واقنعتها، وقالت البنات بيجتمعون وزي كذا وهي معي ولا تخافين ومدري ايش. امي على طول وافقت وحاطه الثقه كلها في هذه صديقتي فاطمه. طلعت هذاك اليوم من البيت رغم ان امي كانت ما هي مرتاحه،
وكانت تقول يا بنت حصني نفسك وانتبهي على نفسك وردي على جوالك، لا تقفلي جوالك ولا لو ما تردين علي. كانت محرصة علي لدرجة ما بداني أطلع من الباب إلا تدق علي تبي تتأكد أنا مع صديقتي هذه ولا لا. المهم طلعت معاهم، ركبت السيارة هذا وفاطمة جنبه وأنا ورا. المهم مشينا وكان الوقت تقريبا ساعة يعني بعد المغرب على 7 أو 6:30 حاجة زي كذا. تقول حنا في الطريق أنا على أساس الثقة كلها إنه إحنا طالعين الثلاثة بس خلاص رايحين للاستراحة وبنجلس وهذه هو أخوها ومستحيل إنه يصير لي شيء. فسبحان الله من كثر ما استودعت نفسي ومن كثر ما أمي تخاف علي وحرصها وتدق كل شوي كانت تدعي لي قبل ما أطلع إن الله يحفظني وزي كذا. وحنا في الطريق يا وليد والله العظيم يعني سبحان الله كأن رب العالمين حط التفتيش هذا في الطريق، رغم إنه الطريق هذا ما مستحيل يكون فيه تفتيش. فصار في تفتيش في الطريق هذا، حتى من بعيد كذا جاء ارتبك هذا أخو صديقتي، يعني أخته جنبه وهو ليش ترتبك؟ ارتبك كذا فكلم أخته قال نطي ورا بسرعة. أنا للحين ما أدري وش السالفة، ليش تنط ورا؟ فارتبكت كذا ونطت ورا على طول عندي. المهم نطت ورا، فقاعد أسولف معها قلت ليش تنطين؟ أنت هذا مو بأخوك خايفة وكذا. قالت اسكتي اسكتي بس. المهم أول ما وقفونا كذا العسكري لمح النطة هذه اللي نطت فيها فاطمة إلى ورا، على طول وقف. يوم وقف حتى العسكري اللي في المسار الثاني جاء عندنا وكأنهم ناصينا احنا يبغوننا. فالعسكري يقول له صديقتي بعد ما طلب اثباته زي كذا قال مين اللي معك ذولي؟ فقال له هذولي جيراننا وكذا وبوصلهم. انا هنا انتظر. كيف كذا؟ ليش ما قال هذه اخته وصديقة اخته وكذا؟ يعني اقل حاجة بيمشي الموضوع. ليش خايفين كذا ومتوترين؟ ليش جحد الموضوع؟ المهم واشوف صديقتي فاطمة ذي خايفة ويعني واضح عليها الخوف وترتبك المهم قال له وقف وقف على جنب. هو اللي جاي يوقف كذا وعلى طول جاء العسكري، يعني ما أعطاه فرصة حتى انه يوقف ولا يتكلم معنا ولا شيء. فنزل من السيارة وجاب اتجاهنا، نزلنا القزاز كذا فبدأ يسولف معنا قال اثباتاتكم وين؟ انا من الخوف ما عاد عرفت اتكلم، ما عاد عرفت ايش اقول. فقام يقول اثباتاتكم انتوا وش تقربون للسواق؟ فتكلمت اللي معي قالت حنا هذا جارنا ومدري ايش كذا. وين رايحين؟ صارت الاجابات خطا لدرجه انه اشر علي قال انت ساكته ليش؟ تكلمي. انا هنا ما عاد عرفت اتكلم، يعني لدرجه ان العسكري قال تكلمي وش فيك انت؟ ترى لو ما تكلمت الحين بحولكم على طول التوقيف. في يوم شفته كذا على طول قمت اصيح. المواقف هذه ما عمرها صارت لي، الطلعات هذه انا ما تعودت عليها. الصدمة اللي جتني من صديقتي هذه اللي تقول ان هذا اخوها والحين طلع مو باخوك، مصدومة وشرطة ولو اهلي دروا اني اكذب عليهم وكذا خلاص يعني جاني خوف غير طبيعي. لا شعوريا يا وليد قمت اصيح، افكر الحين باهلي، افكر بنفسي، افكر شرطة وما شرطة ومدري ايش. فقمت اصيح كذا واسمع هذا معاه جهاز كذا زي اللي يبلغ وكذا. فقلت له تكفى اهلي لا تكلمهم، تكفى الله يرحم والديك استر علي ومدري ايش. انهبل العسكري لانه مع انه ما صار شيء بس خفت انا يصير شيء، قلت يمكن يخليني امشي. المهم قال لي انزل انزل. نزلت من السياره وداني كذا من ورا قال لي وش فيك انت؟ فيك شيء؟ قلت له والله انا ما فيني شيء بس انا ركبت مع صديقتي على اساس ان هذا اخوها. قال وين رايحين؟ قلت والله إن قالوا لي رايحين استراحه انا وصديقتي ومدري ايش، بس هي قالت لي ان هذا اخوها والحين مو اخوه. قال كيف؟ المهم اني كبيت العشاء كله. عرف العسكري الحين ان الموضوع فيه موضوع فيه شيء. فالعسكري على طول انهبل قال لي طيب وينزل فاطمة. يوم جت فاطمة عندي خلاص الحين العسكر كلهم عندنا مجتمعين عندنا. فجاي يناديها وهي خايفة قال لها انت قايلة لصديقتك ان هذا اخوك؟ ارتبكت وقالت لا ما قلت له كذا. قلت لها الا كذابة انت قايلة انه اخوك. فمن الخوف وزي كذا قلت عندي محادثات انا وياه هذه تدرس معي في الجامعة واعطيتهم الكلام كله. قال العسكري طيب طيب. المهم وياخذون هذا اللي على اساس انه اخوها، تكلم مع العسكري وزي كذا واعترف ان هذه ما هي اخته، يعني قال انه يعرفها من زمان المهم حولونا على القسم. المهم يركبونه في سيارة بعد ما هداني العسكري وقال لي اهدي اهلك ما راح يعرفون شيء ولا
بس بنروح القسم بيصير فيه تحقيق، بس ننهي التحقيق وما عليك، بتطلعين انت وامورك، حتى احنا بنوصلك مكانك. المهم ركبوني انا وصديقتي السيارة ودونا القسم القريب من نفس منطقتنا يعني. المهم يدخلونا، بدأ المحقق يعني يسألني وزي كذا، وعلمته بكل شيء. بعد ما حقق معاهم وزي كذا وعرف انه احنا رايحين استراحة، فقال المحقق تعرفي انه هذه صديقتك على علاقة مع هذا الشخص، وصديقتك هذه اخذتك انت نفس ما اخذت اللي قبلك، تطلعهم لهذا الولد، هذا لا يقرب لها ولا شيء، بس هذا يعطيها فلوس وتجيب لها هالبنات اللي معاها في الجامعة ولا صديقاتها ولا حتى اللي يقربون لها. والشخص هذا اللي تقول لك انه اخوه، هذا تو طالع من السجن وعنده سابقة بقضية اخلاقية، واتوقع ان رب العالمين رحمك بالتفتيش هذا اللي وقفوكم ولا كان بيودوك الاستراحة وكان بيصير شيء ما هو بطيب لك. بعد الكلام هذا كله طلعوا صديقتي بعد ما تكلم عليها العسكري وسب فيها واعترفت طبعا بكل شيء. تخيلوا طلعت مطلقة واعترفت انها كانت ناوية توديني مع هذا الشخص الى الاستراحة عشان ياخذ هذاك الشيء مني. اوهمتني بزواج وزي كذا وانه بيتزوجني وكلام كثير، وكانت ناوية الشر لي. بس سبحان الله رب العالمين اراد لي الخير لاني على نياتي، والطريق هذا والله ما هو طريقي، وهي اللي قدرت تلعب علي بالطريقة هذه وبالأشياء اللي تسويها. وأكيد أنها سبق يعني وسوتها مع بنات كثير، لكن الحمد لله رب العالمين إن ما صار لي شيء، ورب العالمين رحمني وما زال ساترني. ورحمني رب العالمين بدعوات أمي اللي دايما تدعي لي ودايما تخاف علي، وعرفت خوفها وحرصها واتصالاتها الدائمة هذه اللي كانت حاسة إنه في شيء بيصير لي. عرفت الحين إنه قلب أمي كان حاس إنه صديقتي هذه ما هي كويسة. قطعت علاقتي مع فاطمة ورجعت وما علمت أمي باللي صار، لكني قلت لها إني أبغى السواق يرجع لأنه صديقتي صارت لها ظروف وتركت الجامعة وكذا، يعني ما عاد عرفت شو أقول. فأنا قلت سالفتي عشان البنات ينتبهون ويحذرون، مهما كان صديقتك أي أحد حولك لازم تاخذين الحذر.